مساء الهنا ومساء الفل ومساء الياسمين. طال غيابنا جدا جدا جدا، بس الحمد لله على كل حال. دعواتكم لحماية بالرحمة والجوزي بالشفاء يا رب العالمين، ويا رب ما يكتب على اي حد اي حاجة وحشة ابدا، وايامكم كلها تكون فرح وسعادة وهنا وسرور يا رب العالمين. النهاردة عملنا مع بعض كده، او هنعمل لسه اهو مع بعض ونسمي الله. اي حد عنده عزومة، اي حد عايز يدلع ولاده يعمل الرز بتاعنا ده. جبنا بصلة صغيرة خالص 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 خالص، تمام. واخدنا عملناها كده في الحلة بتاعتنا، هنلوحها تلوحة بالزيت، وهننزل عليها ولحد بس هتاخد لها لفة بس بسيطة كده. وبعد كده هننزل عليها بالليمون والقرفة الخشب والخضار بتاعنا اللي احنا مقطعينه، معانا فلفل الوان، ومعايا حبايه طماطم واحده. كل الحاجات دي يعني صغيره. يعني عندي حوالي نص كيلو رز بسمتي، هعمله بالطريقه دي، طريقه حلوه جدا. نقعاه حوالي نص ساعه، وشوحت كل ده مع بعضه كده، وهنزل عليه كمان بالرز بتاعي، صفته من الميه كويس. وبعد كده هنزل عليه، جبت بصله، ده اهو بصله صغيره، ولفتها كده في الزيت، وبعدين نزلت عليها بالليمون والقرفه الخشب. وبعدين قطعت قرن فلفل احمر واخضر، ولو عندك اصفر يبقى تمام، مكعبات صغيره، وحبايه طماطم صغيره جدا قطعتها معاها. ونزلت عليها كمان بكركم اصفر، او اللي هي بهارات الكبسه، حلوه جدا جدا وهتفرق معاكي. حطيت من بهارات الكبسه، وحطيت سنه بهارات فراخ، وحطيت كمان كركم، وقلبت كل ده ببعضه. ما تحاوليش تكتري البهارات بتاعه الرز البسمتي قوي، عشان ما تخليش لونها يغمق. يعني انت عندك قرفه خشب، بلاش تحط قرفه ناعمه. بلاش بقى السبع بهارات واللي الحاجات دي هتطلع معاكي الرز غامق. لو عملتها بنفس الطريقه دي، حاولي كل الالوان اللي انت تكسبيها في الرز تكون صفرا. يعني مثلا زي بهارات الفراخ بيبقى لونها عادي على صفار شويه. الكبسه دي تبقى جميله جدا، جربتها مرتين، دي تاني مره جربها حلوه قوي. حبه كركم اصفر حلوه قوي، حطيت مستكه وحبهان، وعشان تخلي نكهه الفراخ معايا تحفه. ما عنديش شوربه، وكمان هحط مرقه وسقيته ميه عادي جدا. ما اصلا يعني بالطريقه دي مش هتفرقيه بين الميه والشوربه. بصراحه جميله جدا جدا جدا. هسيبه لحد بقى ما يتشرب الميه بتاعته، وهيبقى معاكي احلى واطعم. اقسم بالله انا كان عندي معزوم ناس من نازلين من الامارات، ما كانوش مصدق مش على الرز ده. يعني عملته نفس الطريقه في وقت تاني، وحياة ربنا قالوا احنا اكلناه في المطاعم، ما كانش بالحلاوه والطعمه دي، اقسم بالله العظيم. وحطيت الملح بتاعه لان ما حطيتوش قدامكم، فقلت ايه عشان ما حدش ينساه. وحطيت له كمان مرقه ماجي، مرقه خضار، مرقه يعني المرقه اللي انت تحبيها. وقلبته مع بعض كده، ودقت الحدق بتاعه لقيته مظبوط وتمام. هغطي عليه بقى لحد ما يتشرب الميه بتاعته. شايفين لونه؟ هو كده اتشرب الميه، بس لونه تحفه. انا بحاول اشيل البخار علشان اوريكم لونه. هنسيبه بقى يستوى معانا، وهيبقى معاكي احلى واطعم رز بسمتي ممكن تدوقيه. جربيه وسيبوا لي رايكم في الكومنتات، ولايك وشير الفيديو، واشتراك وتفعيل زر الجرس للقناه لو بتشوفيني من على اليوتيوب، ولو بتشوفيني من على الفيسبوك تقولي بتشوفيني من انهي بلد. بحبكم جدا جدا.